السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وندعي دعوة خالصة كده لحبايبنا في كل أنحاء العالم. يا رب انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، وربنا يشفي كل مريض يتألم يا رب، وربنا يسعد كل من بيفرحني وخش لي قناتي، يعلق لي ويكتب لي كومنت حلو واللايك الجميل بتاعكم والاشتراك. ربنا يسعدكم يا رب، وقناتي دي مصدر رزق لعيالي. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. النهارده هنعمل بقى عيش بجيل السندوتشات، اللي هو العيش البالون، بطريقة سهلة كده يا حبايب قلبي وجميلة، بمقادير كلها في البيت، مش مكلفة ولا حاجة. هنحط هنا كوباية ونص مية، كوباية ونص مية، عليها معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة برضه. متكتريش، ما تحطيش الكيس كله علشان ايه، هم 4 كوبايات دقيق بس، ما فيش غير يعني ايه. ما تكتريش الخميرة، معلقة كبيرة يعني حاطة معلقتين صغيرين. وهنا هنحط رشة ملح بسيطة خالص، وهنقلب بقى ايه الخميرة بتاعتنا مع السكر، ندوبها خالص. هنا يا حبايب قلبي دوبنا الخميرة. عايزة تسيبيها شوية تجربي الخميرة، سيبيها، غطاها وسيبيها. ما انتش عارفة الخميرة بتاعتك وعملت منها قبل كده وجربتيها، هتلاقيها ايه مظبوطة معاكي. هنحط 4 كوبايات دقيق يكونوا مليانين. انا معايراهم يا حبايب قلبي، هم 4 كوبايات. نخلتهم، عايرتهم بالكوباية ونخلتهم عشان المقادير بتاعتك تبقى مظبوطة. بس كده يا حبايب قلبي، ما فيش غير المية والخميرة والسكر وذرة ملح. هو عايزة منك برضو شوية مية حطي، لان الدقيق بيختلف عن بعض. في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش. صراحة انا شفت طريقة العيش دي لقيتها جميلة جدا وسهلة كده، وما بيشربش زيت ولا اي حاجة. قلت ايه اجربه معاكم. كده يا حبايب قلبي العجينة بتاعتنا خمس دقايق. جبت هنا رشة شوية دقيق، وهنقطع بقى الايه العجينة بتاعتنا. كده يا حبايب قلبي قطعنا العيش بتاعنا اهوت، مش هنسيبه يستريح، هنخبز على طول. وهنا جبت السمسم، وجبت ايه شوية مية. هنا بقى هنخبز ايه على طول، وهنرص اللي هنخبزه هنعمله على طول. هنجيب اول واحدة قرصناها،
نرش شوية دقيق بس كده. نحطها بقى في ايه، المية كده عشان السمسم يمسك عليها. سمسم هيخليها تتبطط معاكي وتبقى زي الفل. مترققهاش قوي عشان ما تبقاش رقيقة وما تقبش منك. اهي دي حبيبتي. كده يا حبايب قلبي العيش بتاعنا اهو. حط عليه الزيت كده اهو يبقى على طول منه، بس على طول بقى ما تسخنش الزيت قوي، يا دوبك يبقى ايه دافي كده. نحط عليها زيت كده على طول عشان تقلب معانا. حطيت الزيت مش هتقلب على طول. معلقة خفيفة يا حبيبي. كده يا حبايب قلبي العيش بتاعنا طلع اهوت من الفرن، خلصناه. مش عارفه ريحه الملبوط اهو يا حبايب قلبي، كله بسم الله ما شاء الله منفوخ اهوت. تقدري تعملي سندوتشات بقى لاولادك اهو. شايفين قلب العيش يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. تحشي بقى لانشون، تحشي اللي انت عايزاه. حبيب قلبي تعملي سندوتشات كده يبقى جميل وزي العسل اهوت، بسم الله ما شاء الله. دي كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمل كله يا حبايب قلبي من فخوات. بس بنصحكم تكبروا شويه زي دي كده، لان الصغيره ديت مش هتنفع تتعمل سندوتشات، تتاكل كده بقى. اهي يا حبايب قلبي اللي تلاقوها ما اتنفختش بقى تعرفوا ان هي بتبقى ايه. شوف فين قلب العيش يا حبايب قلبي، عسل عسل اللي بيبقى فيه جميله زي ولا شارب زيتها اي حاجه، بسم الله ما شاء الله زي العسل. دي يا حبايب قلب النهارده الوصفه بتاعتنا. ربنا يسعدكم يا رب، ومتنسوش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلوا كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش يا حبايب قلبي بقى في
ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا عيش البلون بطريقه سهله وبسيطه يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي كله بسم الله ما شاء الله. يا حبايب قلبي تقدري بقى تعملي سندوتشات لاولادك. ما بعمله والاولاد بياخدوه بيسالوا انتوا جايبين العيش ده منين عشان ماما تجيب زيه. بس قالوا له ماما، قالوا لهم احنا ماما هي اللي بتعمل السندوتشات دي. العيش ده ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم. ما تنسوناش بقى في كومنت حلو. خشوا على قناة أكلة سهلة هتلاقوا الطريقة. السلام عليكم.